يا مساء الورد والفل والياسمين على حبايب قلبي وحبايب واقعية. وهو على كل شيء قدير. مستحيل تطلب حاجة من ربنا ويكون عاجز عنها. هو مش بس قادر، ده قدرته بلا حدود، فوق خيالك وفوق كل قوانين الدنيا اللي انت متعود عليها. يعني اللي انت شايفه مستحيل ربنا بيقولك عليه كن فيكون. اوقات بنقف قدام مشاكل ونقول دي محتاجة معجزة، وننسى ان رب المعجزات معانا قريب وبيسمع وقادر يغير الحال في لحظة. بتتخيل كده في لحظة واحدة ممكن الفرح يدخل بيتك والمريض يشفى والضايع يرجع والباب اللي اتقفل يتفتح من حيث لا تحتسب. مفيش حاجة بتعجز قدام ربنا، لا فلوس ولا شغل ولا ذرية ولا راحة نفسية ولا حتى تغيير قلب حد. اللي بيطلب من ربنا وهو واثق عمره ما بيرجع مكسور. يمكن يتأخر الفرج شوية، بس لما بيجي حلو وكامل وأكتر من ما كنت تتمنى. فخلي دعواتك كتيرة وأحلامك ما تتأيدش بالواقع، وخيالك ما يحطش حدود لقدرة ربك. اطلب من الكريم وافتكر دايما هو على كل شيء قدير. وكل شيء يعني كل شيء بجد. حتى اللي انت شايفه بعيد هو عند ربك قريب جدا. وعايزة أقول لكم إنكم وحشتوني جدا 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 من قصتنا اللي فاتت، وجاي لكم النهاردة بالقصة الجديدة. أتمنى من كل قلبي إنها تعجبكم، لأنها بقلم المبدعة المتألقة رحاب القاضي. بس قبل ما نبدأ القصة النهاردة يا ريت تفرحوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بسرعة نصلي كلنا في التعليقات على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نسمي الله ونشوف قصتنا النهاردة بتحكي عن ايه. بتبدأ الحكاية بسالي اللي عندها 23 سنة، وحيدة باباها ومامتها، وبعد ما اتخرجت من كلية الآداب ما اشتغلتش. وكانت قاعدة في يوم مع باباها ومامتها وقالت لهم أنا مش فاهمة ايه مشكلتكم مع كريم، والله انت لو عرفتوه كويس هتحبوه جدا. ايه اللي هنحبه فيه؟ ده ولد ما عندوش أي طموح، كل حاجة معتمد فيها على باباه، شغله مع باباه، شقته في بيت باباه، الشبكة هيجيبها باباه. هو فين طموحه للحياة؟ فين سعيه وحماسه انه يجيب حاجة لنفسه؟ مش موجود. يا ماما مش عيب ان الواحد يعتمد على اهله في بداية طريقه؟ وبعدين مش احسن يعني ما يقعد عاطل؟ اهو بيشتغل مع باباه، وبدل ما يأجل الجواز قال اتجوز وانا وهو ايدينا في ايد بعض ونبدأ سوا حياتنا. وليه كريم ده بالذات؟ لو على الجواز ابن عمك اولى بيكي وتقدم لك كتير، وكنت بترفضيه بحجة انك لسه بتدرسي، وظابط شرطة قد الدنيا ومحترم وبيحبك ومننا وعلينا، وشقته جاهزة جابها بفلوسه وبيصلي فرض ربنا، والكل بيحلف بأدبه وأخلاقه. بس أنا عايزة كريم يا بابا، أنا قلبي اختار كريم. أنا متعودة منكم على الصراحة من وأنا صغيرة. أنا بحب كريم وهو بيحبني ومش هتجوز غيره، بس عايزاكم تبقوا راضيين. أنا مش موافقة. بس دي حياتها يا سعاد، احنا قلنا لها رأينا. أنا الواد ده قلبي مش مرتاح له، بس مراية الحب عمية بتخليك تشوفي حاجات وتعميك عن حاجات تانية. احنا شايفين الصورة كاملة، وعشان كده بنحذرك أنا وأمك يا سالي، ما بنحبش في الدنيا قدك. ولو بنتكلم دلوقتي فاحنا بنتكلم عشان مصلحتك وعشان خايفين عليكي. نزلت دموعها وقالت لو بتحبوني بجد ما تقفوش في طريق راحتي. أنا راحتي مع الشخص اللي أنا بحبه وشايفاه مناسب. دي حياتي زي ما قلت يا بابا، وأكيد برضو مش هختار حاجة تتعبني. قولي له يجي يوم الخميس هو وأهله عشان نتفق ونقرأ الفاتحة. ابتسمت سالي وقامت حضنته وقالت شكرا يا أحلى بابا في الدنيا كلها. قول بقى كلمتين للمزة بتاعتك، خلاها كمان تفرد وشها وترضى عن الجوازة دي. راضية يا بنتي طالما انت راضية، واللي في الخير يقدمه ربنا. وتاني يوم كان قعد صلاح مع إسلام ابن أخوه قال له أنا مش عارف أقول لك إيه، أنا اللي غلطان عشان عشمتك بيها من الأول، بس هي جت وصدمتني دلوقتي واختارت واحد تاني. ولا يهمك يا عمي، ما تعملش مشكلة، هو أصلا ما فيش مشكلة. أنا أتمنى لسالي كل خير وإنها تبقى مبسوطة حتى لو مش معايا، وأحول لبابا وماما كمان إن أنا اللي غيرت رأيي عشان بس ما يزعلوش. أنا ما كنتش أتمنى عريس لبنتي أحسن منك، بس النصيب غلاب زي ما بيقولوا، وأنا متأكد إنك عاقل
وإن دماغك كبيرة وهتعدي الموقف ده، وربنا يرزقك ببنت الحلال اللي تحبك زي ما بتحبها وتريحك يا حبيبي. ربنا يخليك يا عمي. همشي أنا بقى عشان عندي شغل، وهعمل لك تحريات عن العريس ده وكمان أهله، وإن شاء الله يطلعوا ناس كويسين إن شاء الله يا ابني. هستنى ردك. ابتسم إسلام بهدوء وخرج، وقبل ما يطلع من العمارة كانت سالي داخلة، وأول ما شافته ابتسمت بهدوء وقالت: ازيك يا إسلام، عامل ايه؟ الحمد لله يا سالي، ألف مبروك. على ايه بالظبط؟ على التخرج ولا على الخطوبة؟ الاتنين. انت طيبة وتستاهلي كل خير. مش عايز موضوع اني كنت متقدم لك ده يخليكي تنسي اني بهتم بيكي، وفي اي وقت تحتاجيني هتلاقيني في ظهرك. اكيد طبعا، انت بالنسبة لي اخويا الكبير وهتفضل كده دايما. بس ليه ماشي بسرعة؟ ما تخليك قاعد نتغدى مع بعض مرة تانية ان شاء الله بعد اذنك. استنى بس يا حضرة الضابط، انت مستعجل على ايه؟ خير يا سالي، في ايه؟ عندي شغل ومش فاضي. مش هعطلك، بس انت اكيد بابا قالك تتحرى عن كريم واهله، مش كده؟ ايوه، هطمنهم وان شاء الله يبقوا جماعة كويسين. اكيد يعني مش هتختاري حد مش كويس. بص، هو كريم والله ولد كويس جدا ومحترم جدا وابن حلال، بس هو عصبي شوية، وفي مرة اتخانق مع طالب في الجامعة معانا واتحبس 6 شهور. معقولة 6 شهور؟ يبقى عمل حاجة وحشة في الواد. هو مد ايده عليه بطريقة صعبة وعمل له عاهة في وشه، بس هو اتغير بعد اللي حصل ده وبقى شخص بيعرف يتحكم في أعصابه والله. والمطلوب مني بقى إني مقولش لأبوكي على حاجة من اللي حصلت دي. يا ريت والله، وهو فعلا اتغير. ماشي يا سالي، بس فكري كويس، الراجل لما يبقى عصبي بتبقى الحياة معاه صعبة. وانت عرفت الحوار ده منين؟ عشت مع راجل قبل كده؟ الخفة اللي انت فيها دي يا بت، انا بتكلم بحكم اني راجل وتعاملت مع ناس كتير بحكم شغلي. اطمن عليا، هو لو مع الكل اسد بيجي عندنا وبيقلب قطة. اتمنى كده، وربنا يتمم لك بخير، وما تقلقيش انا هقف جنبك لحد ما الموضوع يتم على خير. واتخطبت فعلا سالي الكريم، وقبل الفرح بكام يوم كانت قاعدة معاه في الكافيه وقالت له: طب ممكن تهدى شوية، أنا ما كانش قصدي أحرجك. أمال إيه معناه ده؟ إنك تسلمي عليه قدامي؟ أنت تحمدي ربنا إني ما كسرتش دماغك أنت وهو. بتغير عليا يا كريم؟ طبعا مش خطيبتي، وكلها كام يوم وهتبقى مراتي، بس ما تتكررش. زمايلي الجامعة دول تنسيهم خالص، بنات وولاد. ومال البنات بقى؟ ما بسنت وهبة ونور صحابي المقربين آخرهم تحضروا الفرح مع بعض، وبعد كده هم في حالهم وانت في حالك. أنا مش عايز حد يتدخل بينا ولا يعرف حاجة عن حياتنا. حاضر، أوعدك إن علاقتي بيهم هتبقى قليلة. وبعدين يا كريم بلاش فرض الأوامر دي، أنا كده هقلق منك. مسك إيديها وقال: تقلقي مني أنا برضو يا سيدي، أنا مش بس بحبك، أنا بعشقك، بس بعد الجواز عايزين نعقل كده ونبني حياة سوا، أنا وانتي بس اللي نبقى فيها، فهماني؟ خلاص أنا أسفة، مش قصدي حاجة. عارف يا كريم، أنا أسعد واحدة في الدنيا إن هبقى مراتك. واتجوزوا فعلا، وكانت سالي أسعد واحدة في الدنيا. وتاني يوم جوازهم طلعت من الحمام وهي بتنشف شعرها، وكان كريم واقف عند الدولاب. انت صحيت يا حبيبي؟ يا لهوي بقى، هو أنا كل يوم هصحى الجمال والدلع ده كله؟ خلاص بقى يا كريم، انت كده بتكسفني على فكرة. طب تعالي كده وقفي قدام المراية. وراح طلع من الدرج بتاع الكومود علبة صغيرة وقربها منها، وطلع سلسلة من العلبة ولبسها لها وقال: أول هدية ليكي وانت مراتي، وتعودي على كده بقى. العرسان يوم الصباحية بيبيعوا الشبكة، انت بقى جايب لي دهب من تاني؟ انت تستاهلي أكتر من كده. وبعدين كفاية انك ما سمعتيش كلام أهلك وقبلتي تعيشي معايا في بيت العيلة. ما قلنا كفاية بقى ان انا معاك، بترغي كتير ليه بقى يا عم؟ طب يلا عشان نفطر، أنا واخد أجازة 10 أيام، ال10 أيام دول مش هطلع فيهم من الشقة، مش عايز بس غير دلع. هتقدري بقى تنفذي طلب الصغنن ده؟ دول هيبقوا أحلى 10 أيام في حياتك، وهتقول سالي قالت. أنا حياتي كلها هتبقى حلوة عشان انت معايا فيها. وعدت الأيام، وكانت سالي عايشة مع كريم وأهله
وفي يوم كانوا بيتعشوا وحماتها قالت: ما بتعرفيش تعملي الأكل؟ مش كل مرة هناكل العك ده. اتملت عيونها بالدموع. وكريم قال: فين العك يا ماما؟ ما الأكل حلو اهو زي الفل. فعلا تسلميلك يا بنتي، ما تاخديش على كلام حماتك. أصل كريم ده الحيلة، وهي لازم تعمل كده على مراته. شغل حموات بقى. شكرا يا عمو، بس ماما معاها حق، الأكل فعلا كان محتاج يتظبط أكتر من كده، وأكيد طبعا هتعلم منك يا ماما الفترة الجاية. أما نشوف يا حبيبتي. نسيت أقولك يا كريم، منى بنت عمك جاية من الشرقية، هتاخد فترة الدراسة بتاعتها هنا. هي منى كبرت وكمان هتدخل الجامعة، هتدخل كلية تجارة إن شاء الله. هتحبها ويا بنتي لما تشوفيها. منى طيبة وغلبانة. فاكراها يا عمو من يوم الفرح، بنت أمورة، وهتسليني بقى بدل ما أنا قاعدة لوحدي. وكانت فعلا عندهم منى، وكانت قاعدة في الصالة مع كريم وأهله وبتضحك وبتهزر. وقالت وهي بتمسك إيد كريم: مش مصدقة إن أخيرا هنا وسطكم يا كريم. فاكر وأنا صغيرة لما كنت بفضل أجري وراك وأغلس عليك؟ انت لسه زي ما انت يا منى، لسه شقية. قامت منى بسرعة وبدون تفكير حضنت كريم وهي بتضحك وقالت: والله انت وحشني بجد، ما بضحكش من قلبي غير وانا معاك. سالي اتصدمت من اللي منى عملته، وكانت قاعدة جنب عزة اللي بصت لها بشماتة وقالت: اهو العيال بترجع أطفال لما بيتقابلوا. ربنا يديم المحبة، ربنا يديم المحبة اللي بينكم، هو انتوا ليكوا غير بعض؟ وضحكوا كلهم، لكن سالي فضلت ساكتة. وبعد ما السهرة خلصت طلعوا شقتهم، وأول ما دخلوا سالي قالت له بحدة: كريم، الكلام ده ما ينفعش. ازاي تسمح لمنى انها تحضنك بالشكل ده قدامي وتقعد حضرتك تهزر وتضحك معاها ومش عامل اي احترام لوجودي؟ ايه يعني منى زي اختي؟ انت مكبره الموضوع ليه؟ زي اختك؟ طب لو انا بقى رحت الاسلام ابن عمي وهزرت معاه او حضنته قدامك، هترضى؟ هيبقى عادي بالنسبه لك؟ ما ردش عليها ونزل بايده على وشها. اوعي تنطقي اسم راجل تاني قدامي، حتى لو كان ابن عمك يا سالي. مش كل الرجاله نيتهم كويسه زيي وانا بتعامل مع منى. انا راجل وبعرف الرجاله بتفكر ازاي. سالي مسكت خدها بعصبيه ودموعها نزلت غصب عنها، وهي مش مصدقه ان كريم اللي بيحبها ممكن يمد ايده عليها. وهو كمل كلامه وقال بعصبيه: وبعدين ما تفتحيش سيره اسلام دي قدامي تاني. غيرتي دي مش ضعف او انه احسن مني، لا، انا احسن منه مليون مره، والا ما كنتش انت اخترتيني وسبتيه. غيرتي دي عشان بحبك، بس لو رجعتي تاني وقارنتيني باي راجل حتى لو كان مين، والله ما هسكت. قال كلامه وسابها وخرج من الشقه ونزل تحت عند اهله. وسالي قعدت على السرير وفضلت تعيط، وسمعت صوت ضحكهم من تحت هو واهله، وحست وقتها انها غريبه ومش من العيله دي. وبعد شويه تليفونها رن، وكانت سعاد مامتها، فمسحت دموعها بسرعه وقالت: الو، ايوه يا ماما، ازيك يا بنتي؟ وحشاني، قلت اطمن عليكي. صوتك متغير ليه؟ هو انت تعبانه ولا ايه؟ لا يا ماما، انا بس كنت نايمه ولسه صاحيه، عشان كده صوتي تعبان شويه. متاكده يا سالي؟ انا قلبي مش مطمن. انت كويسه مع كريم واهله؟ عزه عامله معاكي ايه؟ اوعي تكون بتزعلك او بتقولك حاجه تضايقك، والله اجي اجيبها من شعرها كله الا بنتي. كلهم بيعاملوني يا ماما احسن معامله، وكريم كويس وبيحبني وعمره ما يزعلني، وامه طيبه جدا، انا مرتاحه معاهم، ما تقلقيش عليا. الحمد لله يا بنتي، ربنا يسعدك. اهم حاجه انك تبقي مبسوطه في بيتك، وهو كل بيت وليه عاداته. استحملي وتعلمي من عزه، هي في الاخر هي ام جوزك وزي امك، ومش هتتمنى لك غير الخير حتى لو كان طبعها غريب شويه. ايوه يا ماما عندك حق، ما تقلقيش انا كويسه. وخلصت المكالمه وهي حاسه انها بتكذب على نفسها قبل ما تكون بتكذب على مامتها. وفي الوقت ده الباب اتفتح ودخل كريم وقال: كنت بتكلمي مين؟ دي ماما، كانت بتطمن عليا. قرب منها وقعد جنبها وبص لها شويه، وبعدين مد ايده ولمس خدها اللي كان لسه لونه احمر. سامحيني يا سالي ان مدت ايدي عليكي من غيرتي، والله ما كنت اقصد ان اوجعك، بس لما سمعتك بتنطقي اسم راجل غيري ما عرفتش اتحكم في اعصابي. بس انا ما قلتش حاجه غلط، انا كنت بحاول افهمك ان ما ينفعش التصرفات دي اللي بتعملها مع منى. انا فاهم وعارف انك بريئه، بس غيرتي هتفضل كده عشان بحبك، ما تزعليش مني. انا مش هعرف اعيش من غيرك. منى دي اختي الصغيره، انما انتي مراتي وحبيبتي،
قرب منها وحضنها بقوة وقال: أنا مش بعمل كده عشان أوجعك، أنا بعمل كده عشان ما نخسرش بعض. أنت حياتي كلها، ولو شفتك بتبص لغيري هموت. سالي فضلت ساكتة، دموعها نازلة، بس ما ردتش عليه. بس تعرفي وانت زعلانة كده شكلك بقى مغري أكتر وعايزة تتاكلي أكل. مش وقته يا كريم، أنا أصلا لسه متضايقة منك. سالي بلاش تعصبيني تاني، قلتلك تدلعي في أي حاجة إلا الموضوع ده. لما أبقى عايزك تقولي أوامر يا كريم، مفهوم؟ اتملت عيونها دموع تاني وقالت بخوف: مفهوم يا كريم. وعدت الليلة بينهم والأيام كلها بقت مملة، وكريم بدأ يهملها واهتمامه كله بقى لمنى، وبياخدها الصبح يوصلها الجامعة، ولما بيرجع بيقعد معاها لحد ما بينام. ومعاملته مع سالي اتغيرت، مبقاش بيتكلم معاها غير وقت ما يحتاجها. وفي يوم كانت نازلة وراحت لكريم اللي كان قاعد مع منى وبيتفرجوا على الموبايل: أنا نازلة يا كريم، هشتري بس شوية حاجات وجاية، لو فاضي تعالى معايا عشان منزلش لوحدي. قبل ما يرد عليها منى قالت: لا لا لا، كريم جاي من الشغل تعبان، أنا هنزل معاكي، محتاجة كمان إن أشتري شوية حاجات. خلاص روحوا مع بعض بس ما تتأخروش، وخدي بالك منها يا سالي. سالي ما ردتش عليه، ونزلت هي ومنى وراحوا مول كبير. وسألتها سالي وقالت: حاجات ايه اللي عايزة تجيبيها؟ أنا مش عايزة أجيب حاجة بصراحة لنفسي، بس هجيب لي كريم، هو بيحب نوع برفيوم معين بطل يحط منه، فأنا هجيبهوله. طب روح هاتيه، وأنا هشرب حاجة في الكافيه اللي هناك ده، وبعدها هروح أجيب حاجتي. أوكي مش هتأخر. ودخلت منى محل عطور، وفجأة سالي وهي ماشية خبطت في إسلام اللي مسك ايدها عشان ما تقعش. على مهلك فيه، مش باصة قدامك ليه وانت ماشية؟ انت بتعمل ايه هنا؟ جاية اتمشى شوية. انت عارفة بقى ان انا بحب المكان ده. انت جاية لوحدك ولا مع كريم؟ لا معايا بنت عمي كريم منى، هتشتري حاجة وجاية وعرفك عليها وقت. فجأة حست بدوخة وكانت هتقع، لكنه قرب منها ومسكها بسرعة وحط ايده ورا ظهرها وقال: على مهلك، انت تعبانة ولا ايه؟ مش عارفة، حاسة كده ان الدنيا بتلف بيا. طب تعالي نقعد، الف سلام عليكي، هجيب لك حاجة تشربيها. وراحت سالي قعدت معاه وهي مش اخده بالها من منى اللي كانت واقفة على مسافة قريبة منهم وبتصورهم بالموبايل بتاعها، وقالت بخبث: شكل كده هرتاح منك قريب، كريم لايق عليا انا مش عليكي، وهخليه يطلقك ويتجوزني انا وهتشوفي. وراحت قربت منهم وقالت: يلا بينا يا سالي، كريم كلمني وقال لي نمشي. طب استني اعرفك، ده اسلام ابن عمي اهلا وسهلا، يلا بقى، انا مش عايزه كريم يزعل مني. يا انسه استني شويه، هي تعبانه، هتاكل حاجه وتشرب حاجه وتمشي، وانا هوصلكم بنفسي. لا سوري يا اخ، احنا ما بنركبش عربيات مع حد غريب. انت بتتكلمي كده ليه يا بنت انتي؟ ايه رايك بقى انها مش هتمشي غير لما اتاكد انها بقت كويسه؟ خلاص بقى يا اسلام، انا بقيت كويسه وهمشي، ومبسوطه جدا اني شفتك. براحتك يا سالي، بس يا ريت تخلي بالك من نفسك، اهم حاجه صحتك، محدش هينفعك غيرها. ان شاء الله خير، بس ما تقولش بقى لبابا او ماما حاجه عشان ما يلاقوش عليا. قالت كلامها واخدت منى ومشيت. واول ما وصلوا البيت طلعت شقتها عشان كانت دايخه ونامت على الكنبه على طول. وفجاه دخل كريم وهو متعصب ووراها صورتها هي واسلام اللي كان على موبايل منى. انتي بتخليه يحضنك يا سالي؟ بقى دي اخرتها بتقرطصيني. بصت لمنى اللي دخلت وراه: انت ايه اللي انت عملتيه ده؟ عايزانا اخبي عن ابن عمي الحقيقه ولا ايه؟ لا فوقي، انت متجوزه راجل وغصب عنك لازم تحترميه. طب كنت قولي له الحقيقه. حقيقه ايه؟ الصوره دي بجد ولا لا؟ والزفت قريبك ده زعق في منى كمان عشان قالت لك تمشوا وما تقعدوش معاه. رد عليا. هو ده حصل فعلا، بس في سوء تفاهم. قبل ما تكمل كلامها نزل بايده على وشها خلاها وقعت على الارض وقال بحده: انت هتبرري ايه؟ انت لو عامله اعتبار ليا ما كنتش اتكلمتي معاه اصلا. وقفت سالي وقالت له ببكاء: تاني يا كريم بتتعصب وبتمد ايدك عليا تاني؟ منى بتكدب عليك، انا تعبانه وشفت اسلام صدفه. مسكها من شعرها وقال: صدفه؟ كنت نازله لوحدك عشان تقابليه، زوختي من منى عشان تقابليه مش كده؟ بس انا بقى هربيكي من اول وجديد، يومك اسود معايا. ونزل بايده على وشها تاني وزقها على الكنبه وضربها اكتر من قلم على وشها لحد ما فقدت الوعي. فبعد عنها وبصلها بخوف وقال: سالي
سالي رد عليا. سالي. دخلها بسرعة جوه، وانا هروح اجيب الدكتورة اللي ساكنة في البيت اللي قدامكم دي. وبعد شوية كانوا كلهم واقفين بره، والدكتورة جوه بتكشف على سالي ومعاهم عزة اللي طلعت وهي بتقول للدكتورة: ربنا يبشرك يا وش السعد، حلاوتك هتوصل لحد عندك. المهم يا ام كريم الراحة التامة، وتيجي تتابع معايا، الطفل ضعيف وهي كمان ضعيفة جدا ان شاء الله يا حبيبتي. الدكتورة مشيت وكريم قال: طفل؟ هي سالي حامل يا ماما؟ حامل في شهرين، ازاي بقى تخبى علينا؟ تلاقيها قايلة لأهلها. مش وقته الكلام ده، ادخل يا ابني اطمن على مراتك. بقول لك ايه، انت لازم تعلمها الأدب، دي خلاص بقى بينك وبينها عيل، اوعى تخليها تستغل النقطة دي انها تركب وتدلدل وتمشي كلامها عليك، انت الراجل وانت اللي تحكمها. يا ماما سالي طيبة ومش بتفكر في كده. منا بحق، والله العظيم ما حد طيب غيرك يا ابن عمي. انا كنت عارفة انك مخدوع فيها، عشان كده صورتها لك وهي قاعدة مع ابن عمها، لا وكمان اخدها بالحضن اول ما شافته وحلفتني ما اقولكش، بس انا ما اقدرش اخبي عليك واسيبك متغفل يعني. اقطع دراعي ان ما كانت البت دي داخله على طمع. ما اتجوزتش ابن عمها اللي بتحبه ليه؟ عشان لقيتك انت اغنى منه. ابن عمها مش فقير، ده ضابط شرطة وراجل كويس. لو في خلاف بينك وبين مراتك يا ابني حلو بينك وبينها، ما تدخلش حد بينكم حتى لو كانت امك. وانا عايزه يعني غير مصلحه ابني، وعشان كده بتكلم، وهو حر. عايز بقى يعيش متقرطس هو حر، عايز يبقى راجل هو حر برضه. قالت كلامها ومشيت، وكلهم مشي وراها. ودخل كريم عند سالي اللي كانت قاعدة على السرير وكانت بتعيط، فمسك الموبايل بتاعها وقال: الموبايل ده هيتقفل وهيتحط هنا في الدرج ده، هتفتحيه بالليل كل يوم تطمني على أهلك وخلصنا. وطلوع من البيت تاني لأي سبب ممنوع. حتى الدكتورة مش هتابع عندها الحمل، هتفضلي محبوسة هنا لحد ما تولدي، وبعد ما تولدي وابني يجي بالسلامة هعرف أربيكي كويس. أنا عملت إيه لكل ده؟ بنت عمك دي كدابة، أنا تعبت وإسلام سكتت أول ما مسك دراعها بقوة. خراسي خالص، قلتلك مليون مرة ما تنطيش اسم أي راجل على لسانك، واللي عندي قلته، وإلا أقسم بالله ما هخلي حد يعرف لك طريق مكان لحد ما تولدي، وهاخد ابني وارميكي رمية الكلاب، عشان مش أنا اللي أتغفل. زعلانة قوي من منة؟ طب إيه رأيك بقى إن هتجوزها عليكي وهقعدها معاكي في البيت ده؟ انت لو عملت كده أنا مش هقعد على ذمتك دقيقة واحدة. مش بمزاجك، أنا أعمل اللي أنا عايزه. انت أبوك راجل رجلي والقبر وملكيش حد، وابن عمك ده يعني لو فكرت تكلميه تاني هبعت شوية بلطجية يعلموه الأدب، ده غير إن أقدر أخليهم يطردوه من الشركة النهاردة قبل بكرة، والشغل القذر مفيش أكتر منه. انت ليه بتعمل كده يا كريم؟ أنا عملت لك ايه؟ انت مش قلت لي انك لو كنت وحش وعصبي مع الدنيا كلها مش هتقدر تبقى وحش معايا أنا؟ ليه غيرت كلامك دلوقتي؟ أنا كده، وانت هتعيش معايا بالطريقة اللي أنا عايزها، ولا انت فاكرة بقى انك هتقدري تمشي كلامك عليا بالسهوكة بتاعتك دي؟ سكتت سالي وما ردتش عليه، وفضلت متحملة طريقته على أمل إن هو يتغير ويرجع زي الأول. وفي يوم صحيت من النوم وكانت حاسة بألم جامد في بطنها، وهو قام وقال لها: هو في ايه؟ هو أنا كل ما أقرب منك تصحي عاملة الشويتين دول؟ أنا قلت لك الفترة دي في الحمل بتبقى صعبة، وسيبني ارتاح شوية وانت ما بتسمعنيش، وكأني بقيت جارية عندك بنفذ طلباتك وبس. اتجاهل كلامها وقال: قوم يلا جهزي لي فطار وبلاش دلع، والنهارده بالليل احنا كلنا رايحين فرح ابن خالي، طبعا انت مش هتيجي معانا. اصلا انا مش عايزة اروح، انا تعبانة. وقامت جهزت الفطار، وبالليل كانت قاعدة وحاسة بألم، وهو كان خارج من اوضته ولابس بدلة شيك وقال: ريحة البرفيوم اللي جايبة منها دي جامدة، كنت بطلت احطها عشان انت عندك حساسية منها. كريم انا حاسة ان انا تعبانة، ممكن ما تسيبنيش لوحدي؟ انت عبيطة، عايزاني ما اروحش فرح ابن خالي واقعد جنبك؟ ولما حد يقول لي بقى ما جيتش ليه اقول له مراتي تعبانة وقاعد جنبها؟ بس انا بجد تعبانة. طب اروح عند ماما، وصلني في طريقك. مسكها من دراعها جامد
قولي بقى كده انك عايزة تروحي بيت اهلك. انت فعلا خبيثة يا سالي، بس على مين؟ عارفة لو حصل ايه مش هتطلعي من البيت ده تاني غير معايا. ولما ابقى انا ومش عايزة اسمع كلمة تعبانة دي تاني، عشان انا فاهم كويس انك بتستعطفيني بالحمل ده عشان اسامحك في الغلط اللي انت عملتيه. وانا ايه اللي عملته عشان تعاقبني كده؟ زقها جامد على الارض وقال: خراسي بقى، انا مش طايق بسبب النكد ده. ما تسمعي الكلام وانت ساكتة. قال كلامه وخرج وقفل باب الشقة وراه، وهي مسكت بطنها بألم كبير وقالت: كريم استنى، أنا تعبانة أوي يا كريم. وكان هو في الوقت ده مشي وأخد أهله وراحوا الفرح، وبدأ هي الألم يزيد عليها، ولقت مية مغرقة الأرض تحت منها. قامت بسرعة وطلعت الموبايل بتاعها من الدرج وكلمت إسلام، اللي رد عليها وقال: ياه، أخيرا شفت رقمك عندي. عاملة ايه؟ الحقني يا إسلام، أنا تعبانة أوي، وكريم قفل عليا الشقة ومشي هو وأهله. اللي انت بتقوليه ده ازاي يعني عمل كده؟ تعالى بسرعة، أنا لازم أروح المستشفى، ابني بيروح مني. طب أنا جاي حالا، ما تخافيش. قفل معاه وطلع بره مكتبه، وكان اللي وقف في وشه: ايه يا إسلام، رايحين دلوقتي تقبضوا على الواد المتهم في قضية 6 أكتوبر. أنا وصلت لمكانه، بس إيهاب وباقي الرجالة هيروحوا هما يجيبوه. لا، أنت لازم تروح معاهم عشان تاخد الترقية، لازم تقبض عليه بنفسك. أنا بعتذر جدا يا فندم، بس أنا في ظرف شخصي كده مهم في عيلتي ولازم أمشي، والرجالة مش هيقصروا والله. بس أنت كده هتخسر الترقية، تتعوض وقت تاني، بس أنا لازم أمشي بعد إذن حضرتك. براحتك يا إسلام، أنا كنت بتكلم لمصلحتك، عشان الترقية دي هتبقى مهمة أوي في شغلك، ده غير إنك تعبت أوي عشان توصل لمكان الولد ده. أنا آسف، بس مفيش حاجة أهم بالنسبة لي من الموضوع اللي رايح له ده. بعد إذنك. قال كلامه ومشي بسرعة، وأول ما وصل قدام شقة كريم خبط على الباب جامد وقال: سالي، انت جوه؟ سالي. طلعت الشغالة من شقة أهل كريم وطلعت له فوق وقالت: انت مين يا أستاذ وبتخبط كده ليه؟ الأستاذ كريم مش جوه. أنا ابن عم سالي وهي تعبانة، انتوا ازاي قافلين عليها كده؟ يا نهار مش فايت، الجماعة راحوا الفرح وهو بيقفل عليها. البنت تعبانة جوه، لو معاكي مفتاح هاتيه. أيوة، في مفتاح تحت ثابت، هجيبه لحضرتك. ونزلت جابت له المفتاح وطلعت عنده بسرعة، وهو فتح الباب، وأول ما دخل لها وقع على الأرض ووشها كان أصفر جدا، فشالها بسرعة واخدها بعربيته وراحوا المستشفى، وراحت معاه الشغالة. وبعد أكتر من ساعة الدكتور طلع من عندها وقال: وللأسف نزل، هتاخد كام يوم تعبانة، وإن شاء الله مع الاهتمام والعلاج هتخف. المشكلة في حالتها النفسية، المدام متعرضة للعنف مش بس جسديا، ده كمان أثناء العلاقة وهي حامل، وطبعا كل ده أثر على الطفل بالسلب. احنا كلنا أهلها، يعني جنبها، وإن شاء الله نفسيتها هتبقى زي الفل إن شاء الله. والممرضة معاكم، لو في أي حاجة بلغوني على طول. والدكتور مشي ودخل إسلام عند سالي اللي كانت يدوب فايقة شوية من البنك، فقعد على الكرسي جنبها ومسك إيديها وقال: ألف سلامة عليك يا قلب إسلام. سحبت إيديها من إيده وحطتها على بطنها وقالت ببكاء: ابني راح يا إسلام، أنا كنت مبسوطة بيه أوي، كريم ضيع كل حاجة بسبب عصبيته. انت ازاي ساكتة على كل ده؟ ازاي ساكتة على اللي عملوا فيكي ده؟ هو انت مالكيش أهل يا سالي يجيبوا لك حقك ويوقفوه عند حده؟ خفت يا إسلام، خفت تحصل مشاكل بينكم، وانت عارف ماما وبابا ممكن يزعلوا جدا لو عرفوا باللي حصل. يعني هما دلوقتي مش هيزعلوا، بس اطمني، انا هجيب لك حقك منه كويس. مش عايزة مشاكل، انا عايزة كل واحد فينا يروح لحاله، انا مش عايزة اشوفه خالص يا إسلام، أرجوك. قام إسلام وخرج لقى كريم وأهله في وشه، بص له بحدة وقال: نعم، عايز ايه؟ انت مالك؟ انا جاي اطمن على مراتي. مراتك تعبانة ومش فايقالك لا انت ولا اهلك. انت مالك انت؟ اوعى كده وغور من هنا. مسكوا إسلام من هدومه وقال: وربي وما اعبد، صوتك هيعلى تاني لكون مبيتك في الحجز انت واهلك كلهم، واللي عملته في بنت عم ده هتدفعوا ثمنه. يا ابني ده جوزها، وهي مراته وام ابنه، وعايز يطمن عليها. ابنه
ابن حضرتك يا حاج كان بيعذب مراته لحد ما الطفل نزل من اللي عمله فيها. قول لابوك على اللي عملته، وانك ما كنتش مقدر تعبها وهي حامل. ده ما فيش حتة في جسمها سليمة. وانت شفت جسمها بقى وعرفت ان هو ما فيهوش حتة سليمة؟ احترم نفسك يا وليه انتي بدل ما يقل منك. انا بنت عمي اشرف من عيلتكم كلها، وده كلام الدكتور مش كلامي. وهي بقى كلمتك عشان تنقذها مني؟ تمام، خلاها عندكم بقى، هي ما تلزمنيش. انت اللي ما تلزمناش، وانا هعرف اخليك تدفع تمن اللي عملته فيها كويس قوي. اصل دي بنت ناس، مش واحدة من الشارع عشان انت واهلك تلعبوا بيها كده. ما ردش عليه كريم ومشي واهله معاه، وهو رجع ودخل عند سالي اللي كانت بتعيط، فقرب منها ومسموعها وقال: انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ بص يا سالي، في ناس لما تطلع من حياتنا ما نبكيش عليها، ده احنا نجيب قلة ونكسرها وراهم ونقول لهم ده لا يرجعكم في حياتنا تاني. وبعدين كنتي بتقول ان هو بيحبك، ده منظر واحد بيحبك، ده الزمالك اتمسك بيزيزو اكتر ما هو متمسك بيكي. ضحكت سالي بهدوء وهو قال: ايوه كده يا سالي، الدنيا ما تستاهلش انك تكشري، وبعدين حد يبقى عنده الضحكة الحلوة دي ويزعل. ربنا يخليك يا اسلام، انا ممتنة ليك بحياتي بعد اللي عملته معايا. بس بقى بطلي الكلام العبيط ده، حقك وواجبي بما اننا ولاد عم. المهم ارتاحي دلوقتي وانا قاعد جنبك اهو، والصبح هكلم عمي ومرات عمي، بلاش نقلقهم ونخوفهم دلوقتي. سمعت كلامه ونامت، وهو عشان يسيبها براحتها راح قعد بره، وكل شويه بيبص عليها ويرجع يقعد بره تاني. وفي يوم كريم كان قاعد مع اهله، وامه قالت له: شوف عشان هي نيتها مش كويسه ما بقاش في بينكم اي عيال، اللي زي دي بقى تطلقها وترميها لابوها وامها. حرام عليك يا عزه، هتخربي بينهم ليه؟ مش طنط اللي خربت بينهم يا عمو، سالي هي اللي خربت على نفسها لما قربت من ابن عمها. تقدر تقولي هي ليه ما كلمتش كريم ان هو يلحقها؟ عشان كريم هو السبب في اللي هي فيه. بطل الطيبه اللي انت فيها دي يا فوزي، دي بنت ما تشرفناش انها تفضل مرات ابنك. امي معاها حق، انا هطلقها وده اخر كلام عندي. قال كلامه ودخل اوضته، وعزة غمزت لمنى وقامت دخلت ورا كريم وقالت له: بقول لك ايه يا ابني، انا ما يرضينيش يعني انك تطلقها وتبقى هي الكسبانه وانت تقعد حزين عليها كده. واعمل ايه بقى؟ نصيبي بقى ان احب واحده زي دي تكيدها اليوم اللي تطلقها فيه، تكتب على بنت عمك وتتجوزها، وكده كده منى ملهاش غيرنا. عمك الله يرحمه وامها متجوزه ومشغوله في حياتها، وانت اولى بيها من الغريب. ومنى دي انا اللي مربياها وعارفه اخلاقها كويس، وفي نفس الوقت تاخد حقك من اللي عملته الست نيلة سالي دي. معاكي حق يا ماما، انا هعرف اخد حقي منها كويس. وفعلا طلق كريم سالي واتجوز منها. وفي يوم كانت قاعده في اوضتها في المستشفى، ودخل عندها اسلام وفي ايده شنطه كبيره. تأخرت عليكي؟ لا، ماما وبابا لسه ماشيين من شويه. هو الدكتور ما قالش انا هخرج امتى؟ يومين وهتخرجي، بس انا شايفه عادتك هنا فيها تحسن لحد ما تخفي خالص. لا لا لا، قعدة المستشفى بتتعبني اكتر، رجعني البيت اقعد في اوضتي احسن. من عينيا، يومين كده وهرجعك البيت. المهم كل سنه وانت طيبه. ده عيد ايه ده عشان تقولي كل سنه وانت طيبه؟ هي مؤمنه، المولد النبوي. صح، وانت طيب. نسيت والله من اللي انا فيه. اللي انت فيه الحمد لله على كل حال. المهم جبت لك حاجه حلوه. وطلع من الشنطه علبه صغيره. سالت الدكتور وقال لي ينفع تاكلي حلويات عادي، فجبت لك ملبن احمر بالفول السوداني وكمان نوتيلا. انا عارف ان انت بتحبي تاكلي العك ده. عك في عينك، ده انت ما بتفهمش في الاكل، بس حلو. انا نفسيتي بتتحسن لما باكل الحاجات دي. ايه بقى اللي في الشنطه دي؟ انت مالك، دي حاجه ما تخصكيش. هتخبي عليا يعني؟ لا طبعا ما اقدرش، دي حاجه يا ستي لواحده غاليه عندي قوي. يا مين دي بقى؟ انت ارتبطت ولا ايه؟ انت بتسالي بجد؟ مش فاهمه قصدك ايه. قصدي ان الحاجه اللي في الشنطه دي لاغلى واحده في حياتي. ايوه، هي مين؟ مش عايز تقولي عليها ليه بقى؟ ما انت عارفاها كويس.
معقولة ريم صاحبتي؟ أيوة هي كانت معجبة بيك بطلي غباء يا سالي، أنا ما عنديش أغلى منك، واللي في الشنطة دي حاجة ليكي، وطول عمري بجيبها لك في المولد، بس كنت بديها لعمي وهو بيديها لك. وطلع عروسة صغيرة شكلها حلو جدا. ها بقى ايه رأيك؟ شكرا قوي يا إسلام، انت برضه أخويا الكبير وغالي عندي برضه. أخوك الكبير. بص يا سالي، أنا فاهم إنك في وقت دلوقتي ما يسمحش إنك تفكري في أي حاجة ومحتاجة وقت، وأنا والله ما بهتم بيكي عشان ألفت نظرك أو عايز منك حاجة، أنا بهتم بيكي عشان بحبك، حتى لو مش هتبقي من نصيبي. أنا عمري ما هبطل إن أهتم بيكي ولا أقف جنبك. انت جدع قوي يا إسلام، يا بختي إن أنا عندي ابن عم زيك بجد. بقولك صح، قدامك شهر وأول ما تخفي هتلاقي شغلك موجود. شغل إيه؟ وأنت مش هتتخرجي من كلية الحقوق؟ أنا جبتلك شغل في مكتب محاماة كبير، بس في شوية حاجات هنخلصهم الأول عشان يبقى معاكي كارنيه المحاماة وتبقى محامية رسمي إن شاء الله. كنت عايزة أسألك، هو أنت سبت مأمورية مهمة يوم ما كلمتك وجيت لي أنا؟ هو مين اللي قالك كده؟ باباك ومامتك لما جم يطمنوا عليا وعرفوا إن اتطلقت، فضلوا بقى يقولوا لي إنك رافض الجواز خالص، وإن ما فيش حد قادر يشغلك غير شغلك وبس. وأنا لما كلمتك سبت قضية مهمة كنت هتترقى فيها وجيت لي. كان لازم أعمل كده، والترقية بقى مش من نصيب المرة دي، المهم إن أنا اطمنت عليكي. بجد أنا حسيت بالذنب إن خليتك تتعطل في شغلك بسببي. طب تعرفي يا سالي، أنا كانت فرحتي إنك كلمتيني واعتمدت عليا أكبر بكتير من أي ترقية، بالرغم إن ما كنتش أتمنى خالص إن كل ده يحصل معاكي. الحمد لله إنها جت على كده، اللي حصل ده رحمة لنا من ربنا، وإلا كنت عايش في حياة صعبة قوي مع كريم وأهله. هو كانت نيته من الأول يتجوز بنت عمه، أنا اللي كنت عزول بينهم. هو عمره ما حبني على فكرة، اللي بينه وبينه كان وهم مش أكتر. حاولي تنسى عشان تقدري تعيشي، اعتبرها تجربة نفعتك وتعلمي منها. الشاطر والناجح اللي يتعلم من تجاربه وما يحبطش، ومع الوقت هتتخطي كل حاجة إن شاء الله يا إسلام. وبعد فترة كبيرة كانت طالعة سالي من المحكمة ولقيت إسلام واقف مستنيها، فقربت منه بسرعة وقالت بحماس وفرحة: أنا مش مصدقة اللي حصل، ده أول قضية أمسكها وأترافع فيها. عارف، وعشان كده جاي. قوليلي بقى عملتي إيه؟ بص، هو اللي حصل مش كويس بس أنا مرتاحة. بص، هو كان مجرم ابن 60 في 70 وعايزني قال إيه أطلعه براءة. أيوة ما أنا عارف، أنا أقبض على الناس وأنت تطلعيهم براءة. أنا ما عملتش كده طبعا، أنا لما اتحققت في القضية اكتشفت إن هو فعلا مجرم وممكن يطلع منها، وأنا لو سبت القضية محامي تاني هيمسكها. أيوة بقى، فأنت عملتي إيه؟ كشفت كل حاجة قدام القاضي واتحكم على المتهم بما يرضي الله. يعني أول قضية اترفعتي فيها خسرتيها؟ بس كسبت ضميري. ما أنا مش بحبك من قليل. المهم، ماما عزماكي عندنا النهاردة على فتة وكوارع. حبيبتي أمك دي، يلا بينا. وكمان عازمة صحابك. صحابي؟ أيوة، بتوع الجامعة اللي من غير أي سبب ماما عزمتهم عشان تصالحكم على بعض، وهم قبلوا العزومة ومستنيين يشوفوكي. إسلام، أنت اللي قلت لمامتك تعمل كده صح؟ أيوة، عشان عارف إن الموضوع ده مضايقك وأنا مش عايزك تبقي متضايقة. على الله بقى نحس ونقدم ميعاد الفرح شوية. هو أنا ما قلتلكش مش أنا ناوية أتجوزك بعد شهر أو أقل؟ هيطلع مقلب في الآخر وبتلعبي بمشاعري. بقى لي سنة بثبت فيكي وانت برضو تقلانة عليا. عشان اللي حصل ما كانش قليل، وانت كنت عايزني أثبت نفسي الأول وإن أقدر أعتمد على نفسي. أنا عارفة إنك ملكش ذنب في كل اللي بيحصل ده، بس أنا بقيت خايفة من اللي غيرك عمله فيا. فهمني؟ فهمك. هو أنا لو مش فهمك ومش مقدر خوفك وإن التجربة اللي مريتي بيها صعبة كنت هتحمل سنة بحالها خطوبة، ممكن يبقوا 2 كمان. لا، في الحالة دي بقى الخطف والجواز بالإجبار هو الحل الوحيد. لو هتعمل كده موافقة، وحكايتنا تتعمل رواية ويبقى اسمها المتملك والبريئة. انت الرواية لحست دماغك. اركبي يلا عشان نروح. قوليلي، الراجل اللي انت خزلتيه جوه ده
أخد كام سنة؟ 15 سنة، مع إني كان نفسي ياخد مؤبد، ده عمل جرائم كتير وحشة. وفي الوقت ده في بيت كريم كان قاعد مع مامته اللي قالت له بحزن: من لما أبوك الله يرحمه وإنت ما جيتش سألت عليا غير مرتين، ده إنت حتى لما مراتك ولدت ما هنش عليك تجيب لي ابنك أشوفه. دي منها بتتلكك يا ماما عشان تطلع عندنا فوق وتقعدي معانا بدل ما انت قاعدة لوحدك. أطلع عندها عشان تذلني على قعدتي معاكم؟ وإنت كلمتك فين لما تقول لها أم عايزة تشوف حفيدها؟ بلاش أعمل مشاكل معاها يا ماما عشان ابني. ولا بتخاف منها؟ مش عايزة أكرر الغلط اللي عملته يا ماما مع سالي. جوازي من منى أكد لي إن ظلمت سالي يا ماما، وخايفة أطلق منها وأخسر ابني وأتجوز واحدة أوحش منها، فبحاول إن أمشي الدنيا. فلستك، بقيت تكنز الدهب عندها والفلوس في البنك باسمها عشان تعرف تسيطر عليك. بس أنا اللي عملت فيك كده، أنا اللي ساعدتها توقع بينك وبين مراتك ونفتري عليها ظلم عشان تطلقها وتتجوز منها. اللي حصل بقى. المهم أنا هبقى أجي أشوفك تاني بعد إذنك يا ماما. وبعد كام يوم كانت واقفة سالي ولابسة فستانها الأبيض، واقفة قدام المراية، وجه إسلام ووقف وراها وحضنها وقال: أحلى عروسة شفتها في حياتي. قلت لك مش عايزة فرح كبير، اللي انت عامله تحت ده الناس تقول عليا ايه؟ وانا تاني مرة اسمها أول مرة يا سالي. اتفقنا ننسى من النهاردة الصفحة القديمة دي اتقطعت من كتاب حياتنا، وهنبدأ من أول الليلة دي كأنها أول ليلة بينا. مش هتندم انك اتجوزتني يا إسلام؟ كنت هندم في حالة واحدة بس، لو كنت ضيعتك من ايدي وما اتجوزناش. وبعدين بقى هنقضيها رغي ولا ايه؟ لا طبعا، انا هغير هدومي واجي نتعشى وننام. ده انا رقصت النهارده كتير قوي، حيلة هد. عند امك، عارفه امك. احترم نفسك، والله تعبانه وعايزه انام. وانا قلت حاجه؟ بس ما اسمهاش بقى تغيري لوحدك. ده انا مستني اللحظه دي من زمان قوي، في حاجات كتير هموت واشوفها. اسلام عيب كده، هو انت من امتى وتفكيرك فيها بالطريقه دي؟ من بعد كتب الكتاب، وتعودي يا سكر، دي طريقتي على طول بعد كده. لا 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 لا، انت تبعد عني خالص بنظرات حمدي الوزير دي. لا، بعد الليلة دي هتقولي حمدي الوزير محترم عني. نهدى شوية بقى عشان تبقى الليلة كده حلوة وهادية، وصدقي هتبقى أسعد ليلة في حياتك يا قلب وحياة إسلام.